ما في أطيب من الكستنة بالشتاء، كانت مشوية أو مسلوقة ولا أطيب. سويت لكم هاي الكيكي مع صوص الكراميل والجوز ولا ألذ منها. للأسف الصوت انقطع فاضطريت إني سجل فويس أوفر، بس ما بخبركن عن هاي الكيكي شو هي هشي وطيبة. شايفين اللون ذهبي بجنن، والطعمة طعمة الكستنة فيها المسلوقة أو المشوية ولا أطيب، لازم تجربوها. أول شي رح أبدأ بخفق صفار البيض مع السكر والفانيلا وكمان الزبدة، رح أخفقهم كويس مع بعضهم وبرشة ليمون. كمان رح أضيف الكستنة المبروشة وطحين اللوز وخلطهم شوي بالخلاط، وبعدين رح كمل بالسباتيولا. رح أضيف الطحين والبيكنج باودر وكمل خلط حتى يختفي الطحين. ببولي ثاني رح أخفق بياض البيض حتى يصير معي بهالشكل هاي فوم مثل ما شايفين، ورح أضيفه بالتدريج على الخليط اللي معي ورح أخلطه بالتقليب، ما ببالغ بالخفق كثير بهالشكل هاي مثل ما شايفين حتى ينتهي معي بياض البيض ويمتزج مضبوط بالمكونات اللي موجودة معي السابقة. وبقالب مدهون طحينية رح ساوي السطح مضبوط ودخله على فرن حامي درجة حرارة 180 حتى يستوي. وتلذذوا بهاي الكيكة الشتوية، الكيكة الرائعة مع صوص الكراميل اللي خبرتكن عنه. وصحتين وألف عافية بهالأيامات الشتوية، أيامات البرد.